السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين الكرام. مرحبا بكم على قناتي وقناتكم عالم جوهرة الصحراء مع فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا اليوم هي عبارة عن غريبة معلكة. نتمنى أنكم تشاهدوا الفيديو وتنال إعجابكم. صراحة كتجي زوينة ومعلكة بزاف. هي أنا اليوم حضرتها بالكاوكاو أو الفول السوداني. هانتوما معايا المكونات اللي غنحتاجو لها. صراحة كتجي زوينة زوينة زوينة. نتمنى أنكم تجربوها وتردوا عليا في تعليقكم. الله طول عماركم والله يحفظكم. صراحة كتجي زوينة. نتمنى أنكم كاملكم تشاهدوا الفيديو وما تنسوني من لايكاتكم ومن تعاليقكم، وبارطاجوا الفيديو مع الأهل والأصدقاء لتعم الفائدة ولنستمر في القناة. وهانتم معايا في المكونات اللي غنحتاجوا لهاد الغريبة. بالنسبة للمكونات اللي عندنا في هاد المعلكة هذا، هي عندنا 300 غرام ديال الكاوكاو اللي حمرناه قليلا شوية ماشي بزاف وطحناه. هذا هو النوع اللي استعملت، هذا هو الكاوكاو أو الفول السوداني. وهذا وعندي كاس تقريبا قل ربع من السكر حبيبات، وعندي معلقتين من المربى، وعندي ايضا معلقتين من الزبده، وعندي بيضتين، وعندي خميره واحده من الكيماويه، وعندي القليل من الملح، وعندي معلقتين من الكوك او جوز الهند، وعندي هنا ماء الزهر، وعندي القرقاع للتزيين هو ماء الزهر، والسكر الثقيل. انا ما حطيت السكر الثقيل، سكر كلاصي، ولكن غادي نستعملوه في المعلكه ديالنا في التزيين ديالها. على بركه الله كنحطوا السكر، يعني المواد الجافه كامله كنحطوهم. كنضيفوا الكوك، كنضيفوا ايضا الملح، قليل من الملح، ونضيفوا الخميره الكيماويه، كنضيفوا هاد المكونات كامل. بالنسبه للبيض الا احتاجنا نزيدوا بيضه غنزيدوها، اكتفينا بهاد البيضتين احسن. المهم غنخلطوا المواد كامله يعني جافه. انتم معايا. دابا غادي نضيفوا المربى، على 2 معالق هنا، وغادي نضيفوا ايضا الزبده، ايضا معلقتين. غادي نخلطوا الكل، ومن بعد غادي نضيفوا البيض. غادي نضيفوا البيضه الاولى، نخلطوا مزيان، نضيفوا ايضا البيضه الثانيه، نخلطوا مزيان هذا الخليط هذا. هذا هو الخليط اللي حصلنا عليه.
هانتوما معايا في الشكل اللي غادي نحصلو من هذا الخليط هذا. غادي نشكلو من الخليط ديالنا كويرات بهذا الحجم يعني. الماء الزهر كنحتاجوه غير باش ما تلصق لنا، ولكن مع انا دايره هادو الصباعيات ما غاديش تلصق لي، ولكن الا احتجت لهم غادي نديرها. الا احتجت معكم الماء الزهر غادي نستعملو. كنحطوها في الطاوه وهانتوما معايا حتى نهايه الخليط اللي عندي. هذا هو الشكل ديال المعلكه ديالنا. دابا ملي ساليت هاد الكميه هادي غادي ندخلها الفرن اللي شاعل من قبل، وهانتوما معايا في الشكل النهائي. بالنسبه للشكل النهائي ديال المعلكه ديالنا او الغريبه ديالنا اللي انا شاركت معكم بالكاوكاو، صراحه كتجي زوينه زوينه بزاف. نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم وتخلوا لي تعليقكم، وشكرا لكم. صراحه راه زوينه زوينه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها لانها سهله ويعني واقتصاديه، وربما مكوناتها غيكونوا في كل بيت. صراحه كتجي معلكه بزاف وزوينه، ولا حضرتوها يعني غادي تبقاو دائما تحضروها. انا متاكده بانها غتعجبكم بزاف. كتجي معلكه، هانتوما شوفوا كيفاش كتجي ما شاء الله معلكه معلكه وزوينه. حتى المذاق كيكون زوين، وهي سهله يعني المكوناتها بسيطه، ماشي شي حاجه كتير، يعني اقتصاديه، وغادي يكونوا موجودين في كل بيت ان شاء الله. ودمتم في رعايه الله، واستودعكم للذي لا تضيع ودائعه. ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله، ووصفه اخرى ان شاء الله باذن الله. ومع السلامه، وكنشكركم بزاف بزاف.